عندك ملف سواء أنت نزّلته أو في حد باعته لك وخايف إن هو يكون فيروس، أو حتى حد باعت لك link تنزّل فيه ملف أو تدخل عليه وأنت عايز تجرّبه وفي نفس الوقت خايف إن هو يعمل لك مشكلة في الجهاز بتاعك، هاعرّفك على ميزة دلوقتي تخلّي عندك Windows تاني داخل الWindows تجرّب فيه كل اللي أنت عايزه بدون ما يأثّر على الكمبيوتر الشخصي بتاعك وفي ثواني. هتيجي معايا في علامة الsearch اللي تحت هنا، لو مش موجودة هتفعّلها أو هتدخل على الsettings بتاعة الكمبيوتر بتاعك. بعد ما تدخل على الsettings هتيجي تدوّر هنا فوق عن الكلمة دي، عن حاجة اسمها Windows feature، هيفتح لك أو هيجيب لك الخيار بتاع turn Windows feature on or off. هتفتحها، هتفتح معاك القايمة دي، هتبتدي تنزل تحت خالص لحد ما توصل لحاجة اسمها Windows Sandbox. الWindows Sandbox ده باختصار هي بيئة عمل Windows كاملة بتفتح لك بنظام منفصل تقدر تجرّب وتشتغل وتعمل عليه اللي أنت عايزه بدون ما يضر أو يأثّر على نظامك الأساسي، حتى لو جِبت فيروس نفسه وشغّلته، مجرّد ما بتقفلها كل حاجة انتهت وما بتأثّرش على الWindows بتاعك. طبعًا مش هتلاقي عليه علامة الصح، هتدوس أنت هتفعّل علامة الصح دي وتبتدي تقول له أوكي، هيروح جايب لك رسالة يقول لك إن هو محتاج يعمل restart للجهاز. هترستر الجهاز بتاعك هتلاقيه أكنه بيعمل update لحد ما يفتح. مجرّد ما يفتح هتيجي هنا خلاص الميزة عندك اشتغلت، هتيجي هنا في الsearch وتكتب sandbox، هتلاقي الأيقونة دي ظهرت لك Windows Sandbox، هتفتحها تدوس عليها، في لحظات هتلاقيه فتح لك نسخة Windows كاملة داخل الWindows بتاعك في نافذة كده أكنه برنامج تقدر تعمل عليها كل اللي أنت عايزه. أقدر هنا أروح حاطط اللينك أو كاتب اللينك في المتصفح. تعالوا نفتح Microsoft Edge مع بعض. تقدر هنا تعمل download لأي حاجة أو تدخل على اللينك اللي عايز تدخل عليه عشان أنت خايف منه، أو حتى تنزّل متصفح تاني مختلف، هنفترض الكروم، هتلاقيه متوصّل بالنت عادي وتقدر تشتغل وتقدر تسطّب أو تثبّت أو تخش على أي لينك. هنا حتى لو أنا ضِفت فيروس هنا وشغّلته مش هيأثّر غير على البيئة دي وعمره ما هيضر الجهاز بتاعك. في ثانية بسيطة مجرّد ما أقفل النظام ده وآجي أدوس أوكي، هيقول لي إن كل حاجة راحت وجهازك مش هيتضر في أي حاجة. أتمنى المعلومة تكون مفيدة، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.